مباشرة من الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم بين ناديي المغرب التطواني والوداد الرياضي بملعب لايبيكا، ملعب سيني ترمال بمدينة تطوان، الذي نتمنى أن يشهد واحدة من أبرز ومن أقوى ومن أجمل مباريات هذه الجولة بين الوداد الذي يسعى لتسلق المراتب نحو صدارة الدوري الاحترافي لكرة القدم، ويواجه فريق جريح اليوم لم يعد بمقدوره أن يتقبل المزيد من الجراح والمزيد من السقطات في البطولة الوطنية بحضور رجلين أسدين من الطراز العالي، لاعبا المنتخب الوطني لأقل من 12 سنة الذي تابعنا جميعا في كأجمة دولية، محمد السال وحنيفة الغمري، جيل ممتاز من اللاعبين. العميد الذي ذرف دموعه بعد نهاية المباراة وبعد تضييعه لضربة جزاء يحس أكيد بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، والذي لم يتجاوز بعد 12 سنة فرصة لتكريم هذين اللاعبين قبل انطلاق المباراة بين المغرب التطواني والوداد الرياضي، لتقديم التحية لهما ولتقديم رسالة لكل المسؤولين عن قطاع الرياضة في المغرب. لازم الاهتمام بهذه العناصر، لازم أنه ما تكونش اليوم فقط سحابة صيف عابرة، لا أتحدث فقط عن السال والغمري، بل كل اللاعبين اللي تابعناهم في الدوري الذي انتهى قبل أيام. لازم الاهتمام ولازم الدعم ولازم الاستثمار في هذه الطاقات من أجل خدمة كرة القدم الوطنية في السنوات المقبلة. الكل يتابع باهتمام هذه المباراة. الأمر يتعلق بالوداد والمغرب التطواني، حضور جماهيري قليل بالمقارنة مع قيمة المباراة ومع وزن هذا الحدث الكبير في البطولة الوطنية. الوداد المغرب التطواني من منهما سيظفر بنقاط الثلاث بالعلامة الكاملة في هذه المباراة، ومن منهما سيقدم لنا فرصة لمتابعة مباراة من المستوى العالي والعالي جدا. مدرسة الفنون الجميلة نادي المغرب التطواني واحد من أقوى الأندية الوطنية والقارية، نادي الوداد الرياضي، وداد الأمة اليوم الذي يبحث عن ذاته والذي يبحث